طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وقت عم بتشوفوا فيديو اليوم. قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شكرا كتير لكم على مشاهدتكم للفيديوهات وعلى تعليقاتكم الجميلة والحلوة. شكرا على تفاعلكم الحلو مثلكم، ولا تنسوا تدعمونا بلايك وشير ومشاركة الفيديو مع الأهل والأصدقاء، ولا تنسوا تدعمونا على ميزة شكرا. وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات والصحة والعافية، وتكونوا حققتوا كل شيء بتتمنوه يا رب. واليوم إن شاء الله راح نعمل لكم وصفة حلو، يعني هي سهلة ومكوناتها موجودة ومتوفرة، والحمد لله أنه قدرنا نحصل عليها بعد مجاعة وبعد ما كان نفسنا بالأشياء الحلوة وزي هيك. يعني صح ولا لا يا طارق؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا تدعمونا وتحطوا لنا لايك وشير، تدعمونا على ميزة شكرا. وبارك الله فيكم وربنا يسعدكم. يلا خلينا نشوف المكونات. صحيح المكونات متوفرة وسهلة، ولكن في كثير من العائلات في قطاع غزة لسه ما بتقدر تحصل عليها. يعني الوضع في عنا في قطاع غزة مزري للغاية، والحمد لله على كل حال. الفلسطينية على الطريقة الغزاوية. أول إشي معنا سمنة أو زبدة نباتية، وزيت نباتي، زيت نباتي، موية، ماء أو سكر طبعا، وطحين حسب الرغبة. السكر حسب الرغبة، إنه كيف إحنا بنتحكم في حالات الحلو. وعندنا طحين طبعا حسب الكمية اللي بدنا نستخدمها بنحط الطحين. وعندنا بيضتين، وطارق طبعا كسر واحدة الآن بنحطها، وبيكنج باودر وفانيلا، واي نوع مربى انتم بتحبوه ممكن تضيفوه. احنا عندنا الان متوفر التين، طبعا انا بفضلها بالفراوله، ولكن الان توفر عندنا مربى التين، فالحمد لله على نعمه ربنا. ويلا خليكم معنا وشوفوا التفاصيل. اول اشي حطينا السكر، وهيك حطينا البيضتين. طبعا في ناس ما بتحط بيض، حسب الرغبه وحسب احنا شو بنحب. حطينا الفانيلا طبعا عشان ريحه البيض، والآن بدنا نحركه ونمزجه كويس. نستمر في التحريك. طبعا لو في أدوات كهربائية على المكسر بنعمله، ولكن ما فيش. بدنا نحركه عبين ما السكر نحسه في المزيج إنه داب. يعني طبعا تقريبا آخر وصفة حلو قبل شهر رمضان. والآن ضفنا الزبدة السمن النباتي، وبدنا نضيف الزيت النباتي برضه. نستمر في التحريك. طبعا برضه هذا الحلو ممكن يعني نستخدمه في شهر رمضان ونحطه للناس اللي بتحب. وبنضلنا نحرك فيه. تشوف القوام كيف صار عندنا تقريبا زي الكريم. يعني نستمر في التحريك. والآن بدنا نضيف الطحين. طبعا الطحين بينضاف بالتدريج، يعني لما تتكون عندنا عجينة نقدر إن نفردها. إذا احتاجنا أكتر طحين بنحط. طبعا شاركونا انتم كيف ممكن تعملوها، او شاركونا بوصفات حلوه سهله وسريعه لشهر رمضان المبارك. يعني كل واحد بلده ايش مثلا الحلو المشهور عندهم يحكوا لنا. والان اضفنا البيكنج باودر. أنا بهاي إيدي يا متابعين ما دام شايفينها. أنا اسمي أحمد حقيقي. طبعا احمد مرشح وانا مرشح، كلنا مرشحين عشان الاجواء اللي بنمر فيها. يعني يوم ارتفاع على درجة الحرارة، ويوم بكون ساقع الجو. وبنحط رشة ملح من السنة النبوية، يعني اللهم صل على سيدنا محمد. والآن أضفنا شوي من الماء. يعني هو الماء مش شرط، مش أساسي، ولكن إذا احنا حسينا العجينة بدها شوية ليونة، عشان ما بدنا نحط زيت بنحط مي عشان تتعجن، يعني تصير عجينة أحسن. واحتجنا هان انه نضيف شوية طحين. اضفنا
طبعا زي ما انتم شايفين العجينة هيك صارت معنا، هيك صارت العجينة معنا. احنا قسمنا العجينة قسمين، قسم بدنا نحطها في اسفل الصينية، وقسم هذا بنخليه لنحطه على الوجه بعد ما نحشيها يعني. وهيك فردنا العجينة بالصدر الصينية يعني. والآن بعد ما فردنا العجينة بدنا نضيف المربى، مربى التين. أي نوع مربى عندكم أنتم بتحبوه أو بتفضلوه فيكم يعني تضيفوه. أنا أسقى نوع التوم. إحنا بنفضل الفراولة، ولكن هذا المتوفر عندنا يعني. الحمد لله. والآن بعد ما ضفنا المربى على العجينة هيك صارت تسمعنا بالشكل هذا. والآن أضفنا الطحين على العجينة الثانية اللي خليناها للمنطقة اللي فوق عشان تكون أجمد وتنبشر معنا يعني بشكل أرتب. والآن بعد ما حطينا عليها الطحين عشان تكون أسمك يعني من المنطقة اللي تحت، قطعناها كورناها عفوا إلى كرات زي هيك. والآن هي العجينة على الطبقة الثانية حطيناها. طبعا اهم اشي انها تلف كمان على الاطراف. اهم اشي البشر على الاطراف كمان، عشان الافران اللي هنا المتوفرة هنا يعني مش بالكفاءة زي تبعت افران الغاز، يعني بتطلعش بالجهد المطلوب اللي كنا نعمله زمان قبل الحرب. وهذا الشكل النهائي بعد ما بشرنا الطبقة اللي فوق. والآن بدنا نوديها على الفرن. بدي أودي المبروشة الغزاوية على الفرن. لا تنسوا تحطوا لنا لايك وشير. وهي طارق راح يوديها. طبعا هيها بعد ما طلعت من الفرن بسم الله ما شاء الله، يعني شوفوا كيف الحمار تبعها. بنستناها تبرد عشان المربى الآن بكون زي اللي سايح يعني بنستناها تجمد شوي ان شاء الله وتبرد وبنقطعها. طبعا الجو بارد يعني بسرعة حتجمد. السلام عليكم. هاي احمد اتو راح جابها من الفرن. انت رح جبتها يا احمد من الفرن. عليكم يا متابعين، محروقة شايفين زي ما انتم شايفين. لا هذا احتمرار بزيادة يعني، هذا مش محروق. اذا في الكاميرا مبين محروق لا. هاي كمان حاجة يا متابعيني، تفضل معنا كل اشي حلو. اذا مش شايفين كمان هذا. طبعا هيك بنودع اخر شهر شعبان وبنستقبل شهر رمضان المبارك. اعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات يا رب العالمين. وربنا يتقبل منا طاعتنا وقيامنا وصيامنا وقراءة القرآن، ويقدرنا يا رب على انه نختمه اكثر من مرة ايضا، والعمل فيه انه نعمل كمان فيه وبآياته ان شاء الله رب العالمين. وهيك طبعا بعد ما قطعناها العجينة طرية كتير كتير يعني وزاكية. الآن بعد ما جهزت قطعناها زي هيك إلى قطع مربعات، طبعا حسب الرغبة كيف انتوا بتحبوا تقطعوها جنب قهوة طبعا على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب كثير جريتكم معي متابعين تجوا تدقوها. كثير طعمه بشهد كثير طعمه كثير. تذبحها. بدي أحبك هذا الفيديو، لا تنسوا تحطوا لايك وشير وسبسكرايب وتدعمونا. وتشاركوا الفيديو مع أهلكم وأصدقائكم وتدعمونا على ميزة شكرا. وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات يا رب العالمين. إلى اللقاء بفيديو قادم. مع السلامة.